مليون دينار وإنشاء 16 مدرسة جديدة في مواقع مختلفة في عجلون والمفرق بتكلفة تصل إلى 15 مليون دينار. الصحة، تقوم الحكومة بدعم قطاع الصحة بنسبة 9% من موازنة هذه الدولة، وإن توفير الخدمات الصحية والعلاجية للأشقاء السوريين مجانا للمسجلين لدى المفوضية تشكل عبئا كبيرا على موازنة الصحة وعلى النظام الصحي. وتشير سجلات وزارة الصحة إلى أن 15,000 سوري راجعوا الوزارة خلال الشهرين الأخيرين من سنة 2012، وأجريت آلاف عمليات الجراحة والإيواء الصحي. وتعمل الوزارة من خلال التطعيم الوطني على تطعيم توفير المطاعيم المضادة